احنا يعني قصادنا داتا كتير، او عندنا كولومز وروز وحاجات كتير كده. انا ببقى اعرف ايه الحاجات اللي انا مهمة ان انا اطلعها، ايه الاسئلة اللي انا مثلا المفروض اسألها عشان الاقي اجابتها واخرجها من الداتا دي. فاللي هو يعني انا بالنسبة لي قصادي كده داتا كده كبيرة مليانة، فالمفروض اطلع منها ايه، اعمل يعني ابين منها ايه. حاسة الموضوع مش عارفة يعني. بص، انت قلتي ايه؟ لو عندك داتا كتيره، ماشي. لو عندك داتا كتيره وعايز تعرفي اسال ايه، هعمل ايه، الحاجات دي كلها، ماشي. دي تمام. حاجات اقول ان احنا اول حاجه بنبدا نحطها في بالنا في اعتبارنا قبل ما نيجي نشتغل على اي داتا. يعني بصي، اول حاجه لازم نسال مثلا البيانات عباره عن ايه، معنى كل عمود فيها الخصائص الخاصه بيها. البيانات دي بتتكلم عن ايه؟ هدفها ايه؟ البيزنس ده عباره عن ايه؟ الحاجات دي كلها، دي شويه اسئله كده احنا ايه بنبقى عارفينهم او بنبقى حاطينهم في بالنا في اعتبارنا عشان لما نيجي نشتغل على الداتا الخاصه باي مشروع. ايه هو مصدرها؟ مصدر البيانات دي ايه مصدرها؟ دي برضه بتبقى نقطه مهمه. مثلا مصدرها، هل هي داتا بتجيلي من اي ار بي سيستم، ولا مثلا من كلاود، ولا داتا حد بيدخلها، داتا انتري بيدخلها، ولا مثلا جايه من اي بي اي، ولا جايه من سيرفر، ولا جايه منين بالظبط؟ كل ده لو انت عرفتيه، او لو انت عرفتي اجابه حاجه زي كده، هيبقى سهل بالنسبه لك تشتغلي بالطريقه المناسبه. يعني مثلا لو الداتا بتتغير مثلا بشكل مستمر على طول، فممكن تشتغلي ومش حجمها مش كبير، ممكن تشتغلي مثلا بلوكال ستوديو. لوكال ستوديو ممكن كل ربع ساعه تعملي ريفرش للداتا او تلود الداتا، ماشي. ولو الداتا تمام. مثلا حجمها صغير مش كبير قوي وعايزه فيجوال على طول، فدي بتبقى حاجه حلوه بدل ما نقعد بقى نعمل باور كويري وباور بي اي والكلام ده. لو الداتا بتتغير اسرع من كده، فلا ممكن ندخل في الباور بي اي، او ممكن مثلا نستخدم البيفت تيبل ونعمل ريفرش كل او نستخدم الباور كويري ونرفرش كل دقيقه وكل مثلا عدد دقائق معين. ممكن يبقى مثلا الداتا جايه من داتابيز، فالداتابيز دي احسن حاجه ليها ان احنا ناخد الداتا نحطها على الباور بي اي ونشتغل بالباور كويري، ماشي. فكل سؤال من هنا بيفتح لك مصادر او بيفتح لك افكار تبقي عارفه تعملي ايه فيه. هل من تمام. المحتمل يكون في اخطاء في البيانات من مصدر ولا لا؟ يعني هل الداتا بيكون في فاليديشن عليها فبتبقى جايه صح 100%، ولا بيكون فيها مشاكل؟ فلو هي مثلا جايه صح 100% ما بيكونش فيها مشاكل، ممكن نستخدم تول مثلا زي لوكر ستوديو. لوكر ستوديو برضه في الكليننج مش قوي، مش احسن حاجه. الباور بي اي او الباور كويري افضل. فلو هي بتيجي مظبوطه فخلاص انا هاخدها فيجوال واعمل ايه، وتبقى دايناميك برضه. لو فيها اخطاء او لا، هي الداتا اصلا بتيجي بشكل مش مظبوط، فكل مره بتيجي محتاج اعمل بروسيسنج عليها، فيبقى بالنسبه لي باور كويري احسن. هل الداتا دايناميك ولا لا؟ نفس الحوار، يعني بتتحدث بسرعه ولا لا؟ طب ايه المشكله اللي بتواجه الشركه؟ يعني هل مثلا مشكله نقص مبيعات؟ في الاغلب بيكون نقص مبيعات، في الاغلب بتكون ان احنا عايزين نزود مبيعاتنا. مثلا مشكله في خطوط الانتاج وهكذا. بنفهم المشكله دي ايه هدفها، او المشكله دي موجوده ليه، ايه سببها. مشكله في البرفورمانس، ممكن تكون شغاله في قطاع معين من قطاعات الشركه، فيجي قسم الاتش ار يقول لك انا عندي مشكله في الهيومن ريسورسز بتاعتي، الناس بقى لها شهرين ثلاثه ما بيحققوش التارجت. تمام. فدي الداتا بتاعتهم اهو، وعايزين نشوف هل في مشكله، هل في حاجه بتحصل، هل في حاجه ممكن تكون بتاثر على حاجه زي كده من الداتا ولا لا. قسم الماركتنج، قسم السيلز يقول لك عندي مشكله. فدي كلها مشاكل يعني بنسالها، ممكن تبقى ديفايند ممكن تبقى لا. الحاجات دي كلها معظمها بتبقى بتمشي في الحالتين، لو احنا مثلا بنشتغل فريلانسنج او نشتغل في شركه. فدي برضو نقطه بتبقى كل الحاجات دي لازم تكون واضحه ومفهومه بالنسبه لنا. هل المشكله دي مثلا او هل واجهك اي مشكله مماثله للمشكله دي قبل كده؟ فبالتالي لو في مشكله قبل كده واجهت الشركه شبه اللي انا بحلها دي، فهيبقى سهل بالنسبه لي اعرف طب كان ايه سببها، طب كانت ايه الاحتمالات، او كانت ايه الحاجات او حلتوها ازاي مثلا، طب حصلت امتى، فاروح اعمل سيرش او ادور وهكذا. فده حاجه بتساعدني في حل المشكله، او حتى بتساعدني في ان انا ارسم بايب لاين كده او لاينز بمشي عليها عشان احل المشكله. هل المشكله دي شائعه في المجال ولا لا؟ فلو مثلا شائعه في المجال فبروح اعمل سيرش مثلا، او اروح اشوف المنافسين كان ليهم او واجههم مشاكل زي كده ولا لا. ايه هي الكي بي ايز الخاصه بالمجال او بالشركه او بالداتا؟ دي نقطه مهمه قوي. ممكن يبقى بالنسبه لك لو دخلت كده، ماشي، لو كده هنا على جوجل نكتب كي بي ايز. لو مثلا احنا شغالين في شركه ماركتنج فهكتب ماركتنج، ماشي. فعندك حاجه اسمها بص الكليك ثرو ريت، البونص ريت، ماشي، عدد الليدز، الكاستمر لايف تايم فاليو، ماشي.
دي كلها الاختصارات اهو. فبتبقي مهم تبقي فاهمه الحاجات دي معناها ايه. لو هنشتغل مثلا في شركه سيلز، اقول له سيلز كي بي ايز اكزامبلز، فعندك حاجه كاستمر اكوزيشن كوست، يعني اللي هو الكاستمر بتدفع قد ايه عشان يجي لك كاستمر. سيلز جروث، افريج بيرسيز فاليو، سيلز سايكل لينث، اللي هو تقريبا دفعت، بتدفع يعني من اول السايكل لاخرها بتدفع قد ايه في كل حاجه مثلا، وهكذا. فدي كلها كي بي ايز تبقى شائعه في اوكي. المجالات، فبنبقى محتاجين ان احنا نبقى عارفينها. او هو مثلا لو قال لي ان انا عندي حاجه اسمها كذا او كذا او كذا، فبروح اسيرش عنها. ودي برضو بتبقى نقطه مهمه بالنسبه لكم في الاستعداد لاي انترفيو، ان انت لو والله لو رايح تشتغل في شركه سيلز، فلازم تكون عارف ايه الكي بي ايز اللي هم بيشتغلوا بيها، او الكي بي ايز الخاصه بالسيلز او بالشركه دي او بالمجال ده. فبتعمل سيرش كده وبتعرف. ممكن تشوف لو هيلث كير كي بي ايز، او هيلث كير كي بي ايز. مش فاهم الكلام ده بصراحه يعني، بس هي حاجات مهمه يعتبر يعني. ماشي، نفس اي حاجه، سبلاي تشين، اي مجال هتلاقي فيه كي بي ايز، وهتلاقي فيه الداتا اناليسيس موجود فيه، الكاستمر اوردر سايكل تايم، الكاش تو كاش سايكل تايب. دي كلها اي حاجات على حسب المجال اللي انت عايزه، فانت بنسيرش عنها كده وبنفهمها، نعرف معناها ايه، فنبقى عارفين ان دي الكي بي ايز الخاصه بالمجال او بالشركه او بالداتا او بالمجال. وممكن تلاقي شركات بتكستمايز بنفسها كي بي ايز، والله انا لما يحصل كذا بكذا كذا يبقى انا كده حققت الكي بي ايز، او كده حققت الانديكيتور بتاعي. الديدلاين الخاص بالمشروع لو انت مثلا شغال في شركه او يعني ايا كان، هل متاح ننشر التقرير او الداشبورد على لينكدين مثلا، ده ماركتنج لنفسك، وهكذا. حاول دايما تكون الاجابه تمام مفيش مشكله. فدي وقتها لو انت تشتغل مثلا مع فريلانسر، ان هو انت هتغير في الداتا، هتسكيور في البيانات، الحاجات دي كلها تبقى مهمه يعني، أو ممكن تبقى نوصل لها في حاجه زي كده يعني. تمام. طيب، كده يا ساره السؤال ده واضح ولا تمام؟ اه تمام واضح. طيب امشي بقى معايا واحده واحده بقى. ده كده سؤال من ضمن الاسئله. تمام اوكي. قولي لي يا ساره، قولي لي باقي الاسئله.